اليوم الكيكة السهلة والسريعة واللذيذة اللي هي كيكة البيكان المكرمل. سويتها بالخليط الجاهز، ممكن تسوونها انتم بكيكة الزبادي او اي كيكة انتم معتمدينها. طيب نشوف او المقادير مع بعض. اول شيء بسوي قاعدة اللي هي بحطها تحت الكيكة. كوب من جوز البيكان مقطع قطع كذا كبيرة، ونصف كوب زبدة، نصف كوب سكر بني، وثلث كوب عسل، ملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة صغيرة قرفة، ورشة ملح. اللي بسويها الحين انه المكونات هذه كلها حطيتها على النار وخلطتها مع بعض لين ذاب السكر وذابت الزبدة، واختلطت المكونات مع بعض وطلع عندي كذا الخليط ثقيل. الحين سكرت النار وبعدين جبت قالب الكيكة اللي هو مقاسه 10 إنش ومفتوح من النص ومبطن بورق الزبدة، وصبيت الخليط فيه ووزعته بالتساوي، وبعدين تركت الخليط يبرد. بهالأثناء بسوي معكم الكيكة بالخليط الجاهز. المقادير: 3 بيضات حجمهم صغير، وملعقة كبيرة فانيليا، وكوب حليب سائل، وثلث كوب زيت. اخترت خليط الكيك الجاهز بنكهة الفانيليا. اللي بسويها الحين: بزبدية عميقة بخلط جميع المكونات وأتأكد إنها انخلطت مضبوط. بعدين بضيف خليط الكيك الجاهز وأخفق، بس ما أبالغ بالخفق. بعد ما أتأكد إنه المقادير اندمجت بصب الخليط على القاعدة اللي هي البيكان المكرمل اللي سويتها معكم قبل شوي. أدخل الصينية الفرن مسبق التشغيل على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة من أسفل و10 دقايق من أعلى. ما شاء الله تبارك الله. الفرن اللي استخدمته اللي هو أديسون من السيف جاليري هامر، جربته الكل شيء ممتاز. هنا الكيكة بعد ما طلعت طبعا اختبرتها السيخ الشاوي، ما طلع فيه ولا شيء، وهذه تدل على انه الكيكة مضبوطة. تركتها لين تبرد تماما وبعدين قلبتها بصحن التقديم. أبيكم بس تتأملون معي جمال المنظر، ما أحكي لكم عن الريحة، ريحة البيكان وكرملة الزبدة، ريحة القرفة، ريحة السكر البني، الطعم ولا غلطة، لذيذة 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 وسهلة. بنزل لكم الطريقة بالتفصيل، وبنزل لكم بدائل واقتراحات لو حبيتوا تغيرون طبقة البيكان المكرمل، لكن أنا بالنسبة لي نصيحة جربوها بالبيكان المكرمل. عادة أنا أسوي الكيكة هذه بالكيكة اللي هي كيكة حقة البيت، كيكة الطيبين، كيكة الزبادي، تطلع ألذ وأطعم. بس المرة هذه قررت إني أسويها بخليط الكيك الجاهز، لأن فترة اختبارات وعشان أسهل على أمهات حبايبنا الطلاب. إن شاء الله يا رب تكون وصفة عجبتكم وتطبقونه وصحة وعافية يا رب مقدما عليكم جميعا.